السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب الست بسيطة وبنوتتها؟ يا رب تكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي رسول الله. النهاردة قبل ما نقول هنعمل ايه، ما تنسنيش باللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس. الوصفة اللي انا جايلكوا بيها سهلة وبسيطة وسريعة وكمان على قد الايد، وهي فطاير حادقة انما ايه لذيذة زي ما عودناكم في مطبخ ست بسيطة وبنوتتها. يلا بينا نشوف مقاديرنا. زي ما عودناكم في مطبخ ست بسيطة وبنوتتها ان احنا مقاديرنا سهلة وبسيطة وكمان على قد الايد. مقادير الفطاير الحادقة بتقول كالاتي: دقيق، بيضاية، خميرة وسكر، فلفل اسود وملح. هتلاقي كوبايتين من الدقيق، بيضايه ومعلقه كبيره من الخميره ومعلقه صغننه من السكر، معلقه متوسطه من فلفل اسود وكمان ملح. المقادير زي ما انتم شايفين سهله وبسيطه. ازاي بقى هنعملها؟ اول حاجه هجيب كل المكونات اللي انتم شايفينها دي وابدا احطها. يعني هجيب السكر، الخميره، وانزل بيه البضايه كمان. كل ده على الدقيق، دي مش هتاخد منك 10 دقايق فطاير، 10 دقايق. وتقومي بعد كده ايه مخلطه كل ده في بعضه. بعد ما حطيتي الملح والفلفل الاسود هتشوفوها دلوقتي وانا بحطها معاكم. الفلفل الاسود ليه؟ علشان يعمل زفارة البيضة. واحط كمان الملح المبهر اللي الست بسيطة عملته، ما هي فطاير حادقة. وابدأ بقى اقلب كل ده مع بعضه. احط ميه دافيه، ميه دافيه مش ميه ساقعه من الحنفيه. ليه؟ احنا في الشتاء. ولو انت في صيف حطي ميه عاديه من الحنفيه. دفيت شويه ميه، ما تكونش سخنه، لا دفيت شويه ميه بساط. وبدات احطها على كميه الدقيق اللي عندي لغايه ما الدقيق عندك يلم كده. هبدا ان انا اخلطهم كويس جدا، الملح والبيضه والفلفل الاسود بالدقيق كله مع بعضه. ابدا اقلبه مع بعضه عقبال ما تديني القوام المظبوط اللي انا عايزاه. هبدا اوريكم بعد ما اتعمل انا عايزاه كده. يعني لا انا قولي فصلت. مثلا زي يعني انا قوام اشرح اجيبه وانا الكيكه، بقلب، اتقل انت منه سرعي بقى شويه، ما واتكلمي. وصلش لقوام العجينه اللي هي بنلمها دي اللي تمسكيها وتعملي بيها كوره، وما وصلش للقوام السائل، لا حاجه بينهم وسط. هبدا ان انا دفيت الفرن واحطها لغايه ما تخمر. اول ما تعلى هحطها ايه تقولي مثلا نص ساعة ولا حاجة او ربع ساعة وفي مكان دافي زي ما قلتلك. دفيت الفرن واحطها، وبعد ما تخمر نشوف هنعمل فيها ايه، لان الخطوات كده ما خلصتش. لا ده انا قلتلكوا فطاير لذيذة وسهلة وسريعة وكمان اقتصادية وفيها قيمة غذائية عالية. تقدري تعمليها لعيالك في المدرسة، ليكي وانتي في ماشية في البيت. عملتي ايه كده؟ بعد ما عدى ربع ساعة خمرت، بقت كويسة جدا، عملت فقاقيع، ده دليل ان هي خمرت وبقت زي الفل. جبت بقى شوية خضار عبارة عن ايه اللي عندك. انا عندي طماطم، عندي بقدونس، عندي فلفل، اللي عندك حطيه مش هيقول لا. عندك عايز تبشري كوسة، هتبشري بصلاية وتدبليهم في النار وتحطيهم. عايز تحطي توم، اللي انت عايزاه. عندك جبنة حطيها. بصوا الوصفة دي صدقوني والله جميلة ولذيذة وخطيرة. وابدأ ان انا اقلب فيها كويس جدا. شايفين القوام؟ هو ده اللي انا بقول عليه. ما تكونش واصلة للكيكة وما تكونش عاملة زي العجينة اللي احنا بنعملها لأي مخبوزات بنحتاج عجينة يابسة. هعمل بعديها ايه؟ انا عملت ايه؟ جبت كيس حلواني حطيت في الخليط، او ممكن تقدري تجيبي بالمعلقه في طاسه سخنه فيها مسحه من الزيت، وتبداي ان انت ايه تحطيها في زيت وتعملي الفطاير الحجم اللي انت عايزاه، كبير صغيره اللي انت عايزاه. دي اول تسويه. التاني تسويه تقدري ان انت تجيبيها وتعملي قرص كده في قلب صينيه وتحطيها في الفرن. عايزه اقول لكم طلعت خطيره وكمان مش بتشرب زيت ولا اي حاجه، سهله وبسيطه، مقرمشه من الاطراف وطريه وهشه قوي 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 من جوه. بصوا لازم تجربوها، خطيره وسهله وبسيطه. يبقى انت كده معاكي الطريقتين التسويه. اللي على اليمين اللي انا ماسكاها دي اللي عملتها في الزيت في طاسه
بص عايزه اقول لكم والله هشه وفلافي كده وانتوا بتاكلوها، طريه وحلوه قوي 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 قوي. واللي على الشمال عايزه اقول لكم ده، بص مقرمشه انا يعني صوتها اصلا خطير وهشه من جوه. تقدري تديها لعيالك، تقدري تاخديها معاك في شغل، فطار، عشاء. بصوا سهلة وبسيطة، وتقدري تعملي غدا جنبها شوية مكرونة او سلطة او بتنجان او مخلل. بصوا غدوة من الاخر. يا ريت كل البنانيت تجربها بجد. انصحكم تجربوها، سهلة وبسيطة وكمان على قد الايد. يا رب اكون فدتكم باحلى واجمل فطاير حدقا. يا رب اكون اديتكم وصفة سهلة وبسيطة وكمان سريعة. ما تنسينيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ما تنسيش تقولي كل حبايبك وقرايبك عن مطبخ ست بسيطة وبنوتتها. فطكم بألف عافية وصحة وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.